بهذا الفيديو راح احكي لك عن موضوع النوم والضغط العصبي وشلون نحسن النوم ونتخلص من الضغط العصبي. اهلا وسهلا بك، انا اسمي مهدي، طبيب عراقي عايش بالمانيا، وبهاي القناة اشارك اشياء وافكار ساعدتني اوصل من قرية صغيرة بالعراق الى واحد من اكبر المراكز الجراحية بالمانيا. واحنا هنا بتحدي العقل الخارق. انا تحديتك اذا تكمل هاي 21 فيديو وتطبق الاشياء اللي اشاركها وياك ما تفتح امكانيات عقلك الخارق وتقدر تتعلم اي شيء تريده وتقوي قدرتك وقابليتك على التذكر، وقابليتك على انه انت تحقق اي شيء تريده بالحياة. بالفيديوهات السابقة حكينا عن عدة اشياء وعن عدة مفاتيح توصلك للعقل الخارق، وبهذا الفيديو راح نحكي عن موضوع النوم، لان هذا واحد من اهم المواضيع اللي تقريبا ولا واحد يدير له بال، مع العلم انه هو كلش مهم. ليش هو كلش مهم؟ اول نقطة هي كل شيء نتعلمه اثناء اليوم احنا يدخل بمكان اسمه الذاكرة المؤقتة. هاي الاشياء اللي تعلمناها تبقى تنتظر النوم، من ننام يحولها الدماغ من الذاكرة المؤقتة الى ذاكرة طويلة الامد. كل شيء بالذاكرة المؤقتة يمسحها، يقول هذا بعد ما احتاجه، وبعض الاشياء يبقيها يقول هذا احتاجه نستعمله بعدين. التذكر بعدين، مثلا بالامتحان او مثلا من تتعلم لغة بعدين تريد تحكي، هو انه انت تسحب من الذاكرة طويلة الامد. بدون نوم هاي العملية غير ممكنة. اذا النوم سيء هذه العملية تصير بطريقة تعبان. هاي اول نقطة. النقطة الثانية، النوم هواي دراسات اليوم لقت انه النوم هو افضل شيء يحمينا ضد الخرف وضد امراض مثل الزهايمر. النقطة الثالثة انه بالنوم هاي عملية الترتيب اللي يصير بالدماغ. تخيل انه انت الوضع قبل النوم هو مثل ما انت عندك اوراق، والاوراق منشورة بالقاع بكل مكان بغرفة معينة. بعد النوم هاي الاوراق تترتب، لذلك اكو هواية من العلماء ومن الناس المبدعين مجالات واسعة مثلا الموسيقى او الرياضة وصلوا الى افكار وحلوا مشاكل كبيرة اثناء النوم عن طريق حلم او بعد هذا الشيء. فلذلك النوم كلش مهم. شنو اللي نقدر نسويه او شنو اللي اني اسويه همين حتى احسن من جودة النوم مالتي وحتى اقدر اساعد هاي العمليات تصير بافضل طريقة ممكنة؟ اول نقطة هي الاجهزة، مثلا التلفزيون، التليفون، اي جهاز بيه شاشة. هاي الاجهزة بيها اشعاع، الاشعاع هذا ازرق. الاشعاع الازرق هذا شو يسوي بالدماغ مالتي؟ الاشعاع الازرق هذا يقول للدماغ مالتي انه الدنيا بعدها نهار، ما دام الدنيا بعدها نهار احنا ما نحتاج ننام، لان الدماغ يشتغل بالطريقة التالية. من تصير الدنيا ظلمة تصير الدنيا ليل يفرز فد هرمون معين اسمه الميلاتونين. الميلاتونين يطفي الجسم ويقول يلا خلينا ننام. ما دام اني فاتح هاي الاشياء دماغي ما ينتبه. وحتى اذا اكو ناس يقول لك اني انام حتى اذا ينام ما يوصل الاهم جزء بالنوم اللي هو الجزء المريح، وانما يعبر ويقعد ثاني يوم تعبان او ما مرتاح. لذلك افضل طريقة هي انه اخر ساعتين قبل النوم بدون اجهزة بدون اشياء، كل هاي الاشياء ابتعد عنها. انا ابتعد عنها. بس انا من اقول هسه هيك ما اريد انه واحد يقول يعني 100%. انا همين ما اقدر 100%، ماكو انسان يقدر 100%. الهدف دائما انه احنا من نتعلم شيء جديد انه نسوي اكثر من قبل. اليوم الهدف مالتي انه اني اكثر ازيد انتبه على هاي الاشياء. بس انا يمين مرات مثلا ما ننام، ما نقدر ننام، فنفتح فيديوهات نقعد نضحك عليها او اقرا في شيء معين واضطر افتح جهاز. بس احسن شيء انه اخر ساعتين بعيد والجهاز هم بعيد ونوديه بغير مكان. هاي اول نقطة، الاجهزة. النقطة الثانية هي الظلام. الظلام كلش مهم. حكينا قبل شوية عن هرمون الميلاتونين اللي يفرز الجسم والدماغ ويطفي الجسم ويقول له يلا خلينا ننام. اليوم كل الدراسات تلقى انه الميلاتونين ينفرز باقل كمية او الافراز مال الميلاتونين ممكن يعاقب اقل كمية من الضوء، حتى اذا فد شي صغير على ميز بعيد عنك بالغرفة، حتى اذا ضوء صغير جاي من برا الغرفة. اكو حتى تجربة حطوا ضوء ورا ركبة الشخص وهمينه سبب تقليل من جودة النوم، لان الجلد همينه بيه حساسات وتحس انه الدنيا بعدها نهار. فالظلام المعتم هو احسن شيء بالغرفة مال النوم. هاي نقطة. النقطة اللي بعدها هو استخدام مكان النوم فقط للنوم. يعني شنو؟ يعني ما اقعد اول شيء الفراش، ثاني شيء الغرفة. اذا ممكن انه الغرفة تكون فقط لهذا الهدف
واذا ممكن على الاقل اذا ما اقدر الغرفه على الاقل بس الفراش يكون بس لهذا الهدف. يعني ما اقعد مثلا اقرا بالفراش اللي انام بيه، لان دماغي يخزن ويتعلم على الاشياء، فاخلي لكل شيء مكان معين. هذا فالشيء كلش مهم حتى اقدر اخلي هاي العاده تستقر تماما. عاده انه انام مثلا من اجل الفراش، او عاده انه اقرا من اقعد على هذا الكرسي، او شنو اللي انت تريد تسوي. المكان يعني دماغي يربطه بعد فتره ربط مبرم بالشيء اللي انا اسويه. خلي غرفه النوم والفراش على الاقل بس للنوم. النقطة الأخرى هي موضوع التمرين. موضوع التمرين، شو وقت التمرين وشنو تأثيره على النوم. أكو دراسة كلش حلوة أخذت 3 مجموعات من الناس وخلتهم يتمرنون بأوقات مختلفة. أول جروب تدرب ساعة بالسبعة الصبح، ثاني مجموعة تدربت ساعة بالوحدة، وثالث مجموعة تدربت ساعة بالسبعة المغرب خلينا نقول، أو المساء. ولقوا إنه المجموعة اللي تدربت الصبح هي أفضل مجموعة تمكنت من انه تنام بسرعة وانه تنام نوم افضل. فالتمرين الصبح هو افضل للي يقدر، واللي ما يقدر الصبح يتمرن فهم ما يخالف، يلا تمرن بالليل. مرات اكو ناس همين يتمرن، بس هذا الافراز مال الهرمونات بعد هاي الحركة عادة مو كلش مساعد للنوم. لذلك انا بالنسبة لي مثلا دائما اتدرب الصبح، نادرا ما اتدرب بالليل. هذا كان موضوع النوم. اكو موضوع ثاني هو موضوع الضغط العصبي، راح احكي عنه بشكل قصير بهذا المكان. شنو هو الضغط العصبي؟ عادة من يصير فشي يضغط على نفسيتي، خلينا نقول احنا شو يصير بالدماغ. الدماغ يفرز هرمونات الضغط العصبي، 2 من عندهم مهمات لازم واحد يعرفها. واحد من عندها هو الادرينالين، والثاني من عندها هو الكورتيزون. شنو الهدف من الموضوع؟ الهدف من الموضوع او هذا الشيء بدأ قبل عشرات السنين او قبل آلاف السنين حتى يحمي الانسان من انه هو ينقرض. من كان يهجم عليك اسد كانت هاي الميكانيكيه تشتغل بنفس الطريقه. هاي انت خايف او تنضغط، فالجسم يفرز هاي الهرمونات، هاي الاثنين. فشي يسوي الجسم؟ يحطك بوضعيه اهب الاستعداد. عيونك تقوم تركز، الدم يجي بالعضلات مالتك وبايديناتك وبرجليناتك، يسحبه طبعا من الدماغ، يسحبه من كل الاعضاء، ويحضرك الخيارين: اضرب او اهرب. اكيد كنا سامعيها. اضرب يا اما تتصارع ويا هذا الحيوان اللي دا يحاول يقتلك، او تهرب وتفلت تركض. اليوم ماكو اسد، بس اكو هواية اسود داير مدارك، اكو هواية اشياء تخوفك. اكو امتحان يخوفك، اكو ضغط من انه انت مثلا احتمال خوف من الفقر، خوف من الاهل، خوف من الزوج، خوف من اي شيء ممكن يصير، خوف من اشياء خارجية. هاي الاشياء تشغل نفس الطريقة بالجسم، تدوس على نفس الدقمة. هاي الدقمة تفرز ادرينالين، كورتيزون، وهذه الهرمونين لفترة قليلة هن كلش زينات، لان ممكن ينقذوك من الاسد اللي دا ياكلك. بس اذا يبقون فترة طويلة بالجسم جدا ضارين، لان يخربون الجسم، يمنعون الميكانيكيات اللي تصلح الجسم اللي الطيبة، يمنعوك انه تفكر بطريقة مرتاحة، تشوف الاشياء، لان انت مركز على الاسد. فاكو فد شيء كلش حلو، هاي الهرمونات مال الضغط العصبي هرمونات السعادة، تاكلها بالضبط، تاكلها. تخيل مثل ما شلون الاسد ياكل فريسته، هرمونات السعادة تفترس هرمونات الضغط العصبي. فاحسن طريقة اتخلص بيها بسرعة من الضغط العصبي هي طريقة تطول من عندك 10 ثواني، وهي انه انت تضحك. تشوف لك مثلا شيء يضحكك 10 ثواني، ترجع تنزل مستوى مال الهرمونات الضغط العصبي. 10 ثواني ضحك. اذا ماكو فد شي يضحكك، اكو تمرين ثاني يقدر الواحد يسويه حتى يتجاوز هاي بدون ما يحتاج انه فشي ثاني يسويه. هو انه انا اسوي هيك. شنو المنظر هذا المخيف؟ مو شرط تسويها من واحد يشوفك، تقدر تروح مثلا بالحمام وحدك، او تقعد بغرفتك وحدك، او تدنك راسك هيك تسوي مدة دقيقة كاملة. تبقى هيك مسوي. شنو اللي يصير من واحد هيك يسوي؟ اللي يصير من واحد هيك يسوي، من تفتح انت هيك حلقك وتضغط هنايا، اكو هنايا عصب اسمه الفيشيال نيرف، احنا نسميه العصب
الوجهي. هذا العصب من انت هيك تسوي عينا انت تضحك، انت بعد دقيقة ينطي اعازات للدماغ انه انت فعلا تضحك. انت يعني ما تضحك من جوا لي برا، انت تضحك من جوا لي برا تضحك من برا لي جوا. انت دقيقة كاملة، خلال هاي الدقيقة الدماغ الجسم ينطي هذا الضغط على العصب، ينطي إشارة للدماغ إنه الموضوع هذا دا يضحك، فخلي نفرز نفس الهرمونات، فيفرز نفس الهرمونات. هذه الشغلة حاول تسويها أكثر من مرة باليوم وراح تشوف شنو النتيجة. أتمنى تجربوها وتنطوني بالتعليقات رأيكم بالموضوع وشنو اللي حسيتوا أنتو بيه. شكرا على كل تعليق تكتبونه، شكرا على كل لايك وعلى كل مشاركة، أنا جدا ممنون من عندكم. أتمنى أنه مرة ثانية إذا فادك هذا الفيديو تشاركه على الأقل ويا شخص واحد يستفاد من عنده، وأتمنى أنه أشوفك وأشوفك بالحلقة الجاية. مع السلامة.